مساء الخير حضرات السادة المشاهدين، حلقة جديدة من قناتكم 6 الصبح هنتكلم فيها عن منحنى النجاح. المنحنى ده اسمه هوكي كيرف لأنه شبه مسار مضرب الهوكي خلال ضربه للكورة، وهو ده نفسه منحنى مشوار النجاح، وده حرفيا المنحنى اللي مر بيه كل النماذج الناجحة اللي بتشوفها في حياتك في كل المجالات. قادة سياسيين وعسكريين، لاعب كرة مشهور، CEO لشركة أو بنك كبير، باحثين وعلماء، وأي نموذج ناجح حتما هو مر بالمنحنى ده. تفاصيل كتير في الموضوع ده هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. أنا محدثكم مأمون الدسوقي، ودي حلقة من قناتكم 6 الصبح. رجعت لكم بعد الفاصل نتكلم عن منحنى النجاح. في بداية أي حلم هتبذل مجهود كبير جدا ومفيش نتائج. تاني هتبذل مجهود أكبر ومفيش أي نتائج، ومفيش أي مؤشر إن هيكون في نتائج. تالت هتبذل مجهود أكبر بكتير ولكن مع نتائج بسيطة ما بتوازيش أبدا ولا بتساوي الجهد المبذول. رابع مجهود أكبر بكتير مع نتائج بسيطة جدا وأقل بطء، لحد ما بتيجي اللحظة السحرية، لحظة ضرب كرة الهوكي. ودي اللحظة اللي بتلاقي النتائج انفجرت بشكل أسطوري وبشكل خرافي وغير متوقع بالمرة. ودي عادة اللحظة اللي كتير بيفقد الأمل قبل ما يوصل لها للأسف، وهنا نقف فجأة. اللحظة دي هي اللحظة الفاصلة ما بين اليأس وبين تحقيق الحلم. دي اللحظة اللي بتلاقي الحلم اتحقق بشكل أكبر بكتير مما كنت تحلم، وفوق ما كان خيالك يتوقع. قفزة مجنونة في حياتك هتخليك تبكي من الفرح، وبتكون نقلة نوعية هتغير ملامح حياتك للأبد. المنحنى بيتصاعد بسرعة جنونية فوق مستوى سيطرتك عليه، ودي اللحظة اللي بتبذل فيها مجهود أقل بس بتجني ثمار أكتر وأكبر بكتير من المجهود اللي بتبذله. دي اللحظة اللي هتلاقي نفسك بتسابق الزمن عشان توصل لنجاحك اللي كنت بتحلم بيه. في اللحظة دي نجاحك بيسبقك وانت وراه. الكلام ده مش مجرد كلام مكتوب، مش مجرد كلام على ورق. احنا ممكن نتكلم عن تجارب مر بيها المجتمع. عندنا على سبيل المثال الرئيس أنور السادات تولى الحكم بعد نكسة يونيو 67، ومش عايزين نعيد سرد الأحداث، ولكن أنا بتكلم على واقعة معينة حصل خلال الفترة دي. تجارب عديدة احنا هنعبر ازاي، الترتيبة والتركيبة والتخطيط للهجوم وعبور المانع المائي وتحطيم خط بارليف، وكيفية عبور القوات للجهة الثانية، إلى أن حدث التخطيط الممتاز للعبور للحظة العبور وتحقيق النصر اللي وقف العالم كله مشدود أمام انتصار مروع سيكتب عنه التاريخ إلى آخر الزمن. على الجانب الثاني كاتب نجيب محفوظ، كاتب محترم لم يكن يدور في خياله انه يوصل لنوبل، ولكن بدأ بكتابات بسيطة، بدأ بداية مغمورة، نجاحات بسيطة، نجاح تلو الآخر، إلى أن وصلت أعماله للعالمية وترجمت لأكثر من لغة، ثم الحصول على جائزة نوبل. علمنا الكبير أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في العلوم مر بنفس التجربة، نتائج بفشل، نتائج بسيطة، نجاح غير ملموس، إلى أن وصل إلى تحقيق اللحظة المناسبة، لحظة ضرب كرة الهوكي وانفجار النجاح ووصوله لعلم النانو وحصوله على جائزة نوبل. مش هنروح بعيد، نتكلم عن كابتن محمد صلاح
واحد من النماذج المشرفة، النماذج المحترمة، من لعيب مغمور في قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، ومشوار طويل هو اتكلم عنه بالتفصيل في قنوات وفي حلقات سابقة. اتكلم عن مشواره من طنطا إلى القاهرة لمدينة نصر، لعيب بسيط في نادي المقاولين العرب، ثم اتحاد بسيون، ثم المقاولين العرب، ثم تجربة الاحتراف في بازل بسويسرا، تشيلسي، فيورنتينا وروما، ثم الوصول إلى الإنفيلي كلاعب محترف مشهور وقف العالم على رجل في نادي ليفربول. الموضوع مش مجرد كلام، الفكرة المثابرة على الحلم، مواصلة العمل بغض النظر عن النتائج. اليأس مرفوض، النجاح ما بيجيش صدفة، ولكن في لحظة معينة مع استمرار وتواصل العمل وسد الثغرات ومعالجة الأخطاء بتيجي النتائج مصحوبة بكرم ربنا، مكللة بالنجاح وبالجهد. هو ده الفاصل في خلال الطريق ده. في ناس بتيأس وبترجع، في ناس ما بتكملش، ما تعرفش ان بينها وبين النجاح شعرة بسيطة. انا عايز اختم بمقولة بسيطة: ايها السائرون في بداية المنحنى استمروا، النجاح لا يأتي صدفة. تقبلوا تحياتي، انا محدثكم مأمون الدسوقي، كنت معكم في 6 الصبح.